البطل بدأ مشواره كبطل. الأهلي بطل أفريقيا بدأ مشواره النهاردة في النيجر بالفوز على سونوديب بطل النيجر في عقر داره في النيجر وقتي. إنما الأهلي لعب بفريق من الاحتياطيين والبدلاء علشان موسيماني المدير الفني الموجود في القاهرة في العزل حاطط عينه على مباراة الزمالك يوم الاثنين اللي جاي 28 ديسمبر. موسيماني مش متابعنا، وموسيماني ما يعرفش المغامرات اللي حصلت، وما يعرفش ان ماتش الاهلي والزمالك اتأجل والاهلي بيلعب في زوم، والاهلي بيلعب المباراة. طلع القرار الفاسد الفاشل بتأجيل المباراة بين الاهلي والزمالك اللي كان لازم تتلعب يوم الاثنين اللي جاي 28 ديسمبر. لكن طارق حامد مصاب ومحمود علاء مصاب والزمالك مش هيلعب بالاتنين مصابين، يبقى الماتش لازم يتأجل. من يومين من يومين كان عنوان مؤامرة تأجيل الأهلي والزمالك. ناس كتير اعترضت على، لا قالوا لا الماتش هيتلعب، انت جبت منين تأجيل المباراة؟ تأجيل المباراة مؤكد يا شباب. طالما في إصابتين في نادي الزمالك لازم تتأجل المباراة. النهاردة الصبح قلت لكم الصبح عندي خبر يقين ان مصر ما بعتتش لأي حكام أجانب في مباراة الأهلي والزمالك، وقلت لكم ان متأكد مليون في المية ان مصر ما بعتتش لأي حكام. قعدوا لحد بعد الظهر لحد ما الأهلي لعب مباراته مع سوني ديب بالفريق الاحتياطي، بعد كده أعلنوا ان تأجيل المباراة، وان يوم الاثنين اللي جاي هيتلعب ماتشين من اسبوع تاني. الماتشات المؤجلة من الاسبوع الثالث هتتنقل للاسبوع الرابع. الزمالك هيلعب مع سموحة في برج العرب الساعة 5 يوم الاثنين اللي جاي اللي هو 28، والاهلي هيلعب مع الاتحاد السكندري في ملعب السلام في القاهرة الساعة 7. وماتش الاهلي والزمالك الوحيد طار مع الوباء. خلاص الوباء خده زي اللي حصل السنة اللي فاتت بالظبط. بالظبط هو اللي حصل السنة اللي فاتت. وبعد كده يطلع مجموعة من الجهلاء والمتعصبين يقول لك لجنة المسابقات، وليه الأهلي ما بيلعبش في بورسعيد، وليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية، والزمالك بيرتب الجدول زي ما هو عايز. زي ما هو عايز وبالظبط. ماتش الأهلي والزمالك اتأجل يتأجل. طب يتأجل ليه؟ إيه المبرر؟ ده أنت لسه لاعب نهائي إفريقيا في استاد القاهرة. ماتش بالغ الصعوبة وماتش كان جبار وعادي، عشان ما تقدرش تأجله غير بقرار أمني. إنما ده كده سهلة، أأجل زي ما أنا أأجل براحتي، أجله. بس الحمد لله أنا هحضركم بقالي يومين، كل واحد اتفرج عليا في اليومين اللي فاتوا أنا متأكد وقلت لكم إن مباراة الأهلي والزمالك هتتأجل. ارجع لمباراة النهاردة والفوز الكبير اللي افتتح به النادي الاهلي مشواره الافريقي بالفوز على سوني ديب بطل النيجر 1-0 في عقر داره. ولان الاهلي دايما بيفوز وانه الزعيم، ولان دايما تصرفات الزعيم اكبر من تصرفات الاخرين، يعمل اللي محدش غيره يقدر يعمله. تشوف الأهلي في آخر ماتش لعبه في أفريقيا كان 27 نوفمبر ضد الزمالك في دوري الأبطال. النهاردة بيلعب 23 ديسمبر في 27 نوفمبر و23 ديسمبر، يعني بعد 26 يوم في افتتاح البطولة. هل تصدق ان في 26 يوم بس النادي الاهلي غير 8 من 11 لاعب؟ يعني الاهلي بدأ ماتش الزمالك في وجود محمد هاني وعلي معلول وايمن اشرف وعمرو السولية وحسين الشحات ومجدي قفشة وجونيور اجاييه ومروان محسن. 8. التمانية مش موجودين النهارده، ورغم كده الاهلي فاز برضه. في منهم اللي ما جاش من القاهرة، وفي منهم اللي قعد احتياطي تماما زي محمد هاني وايمن اشرف وعلي معلول. قادر فريق قوي بالاحتياطي فاز. لما يقول هيعمل دوران يبقى هيعمل دوران. لما النادي الاهلي يوم 27 نوفمبر و23 ديسمبر
يعمل دوران بين 24 لاعب، مفيش نادي يقدر يعمل كده. مفيش نادي خالص يعرف يعمل كده. لعب كام ماتش؟ لعب الزمالك افريقيا، والاتحاد والجيش كاس مصر، وغزل المحلة والمقصة دوري، وادي سوني ديب دوري الابطال. يعني لعب في 4 بطولات مختلفة: افريقيا اللي فات وافريقيا المرة دي، كاس مصر والدوري. 4 بطولات مختلفة، لعب 6 ماتشات ب24 لاعب. انجاز. في حد يعرف يعمل الدوران ده؟ لا، هو النادي الاهلي كده. هو النادي الاهلي بس، الزعيم هو اللي يعرف يعمل كده، ومحدش غير الاهلي اللي يعرف يعمل كده. الاهلي النهارده سيطر على الكرة تماما، كان بيدي الكرة للسوني ديب لفترات قصيرة، وكل هجمات سوني ديب باستثناء شوطة واحدة صدها الشناوي آه، قبل النهاية ب4 دقايق، وكانت سهلة، بس الشناوي استعرض فيها زيادة عن اللزوم. باستثناء كده مفيش ولا ذرة خطورة على النادي الأهلي. بينما النادي الأهلي جايب جون في الدقيقة 33 ومضيع 7 فرص مؤكدة، منهم العارضة. 7 فرص مؤكدة، والعارضة شالت رأسية من بدر بنون، كان هيفتح بها أهدافه مع النادي الأهلي. حمدي فتحي حطها براسه وكانت كرة خطية. محمد شريف منفرد، صلاح محسن منفرد، كهربا منفرد، وجيرالدو كان عنده فرصة غير طبيعية إن بالمرة إنه يشوط في نهاية المباراة، غير رأسية محمد شريف بين يدي الحارس. إنما الفوز في بداية البطولة في مباراة الانطلاق شيء مهم جدا جدا جدا. البطل يبدأ بالفوز. السنة اللي فاتت أول مباراة للأهلي بره ملعبه مع كانو سبورت فاز 2-0، راح كمل خارج البطولة. كده الأهلي مباراة الإياب بعد أسبوعين في القاهرة في استاد الأهلي. إنما بإذن الله وبفضل الله الأهلي كده حط رجله في دوري المجموعات بدراعه، بجهده، بمهاراته، بأهدافه، مش بهداياه ومش بالانسحاب. أروح معاكم وأتكلم موسيماني وهو بيحط تشكيلته الغريبة النهاردة وطريقته الغريبة النهاردة، وكانت عينه على الزمالك. ما كانش عارف المؤامرات اللي هتحصل، كان عينه على الزمالك، كان بيريح نجومه لماتش الزمالك، كان عارف ان ماتش الزمالك ماتش بطولة، ماتش دوري، ولازم يريح لعيبته. عشان كده عمل اللي عمله. انما في الاخر اتصدم ان ماتش الاهلي والزمالك اتأجل. النهارده موسيماني غير 80% من طريقته، من فريقه، وغير طريقة اللعب. من يوم ما جه موسيماني ما لعبش ب3 ارتكاز، دايما بيلعب ب2 ارتكاز و3 مهاجمين وراس حربة. لا، اول مرة يلعب ب3 ارتكاز. وانا قلت لكم في 3 4 ايام اللي فاتوا ان هو عنده اختيارين: لا يدخل كهربا ومحمد شريف راس حربة متأخر مكان قفشة، لا يلعب ب3 ارتكاز قدامهم 2 وراس حربة. هو اختار الحل التاني وكان موفق جدا في الحل ده، لان اكتشفنا قد ايه اكرم توفيق لعيب كويس. اكتشفنا قد ايه اكرم توفيق لعيب راجل، وراجل مدرب كتير النهارده، لكن كان مميز قوي في التحركات، كان مميز قوي في الجانب الخططي، في الضغط وفي التغطية كان الله اكبر عليه. لعيب ممتاز، ومن اللعيبه من اللي ما بتعملش فاول، يتعمل عليه فاول، يتضرب عليه، لكن مش من اللعيبه اللي بتعمل فاول. ما شاء الله عليه، حاجة جميلة جدا. إنما موسيماني كان بيفكر إنه يريح لعيبته النجوم الكبار ليتفادى الإصابات عشان يكون جاهز لمباراة الزمالك اللي هي اتأجلت. قبل ما واحد يتكلم أداء الأهلي ومش أداء الأهلي النهاردة، الأهلي تفوق تماما. المباراة تقريبا في اتجاه واحد، زي الشوارع اللي في اتجاه واحد. الكرة يبدو إن الأهلي يضيع كرات كتير، ولكن قدر يحقق الانتصار في الآخر. لكن المساعد احتسب 3 تسللات و3 انفرادات النهارده النادي الاهلي، مفيش واحده فيهم تسلل. قبل ما تتكلم من الجانب الفني ان في 5 حاجات لصالح النادي الاهلي في هذه المباراه. اول حاجه النتيجه، انك تكسب بره ملعبك في اول مباراه ليك في البطوله، وانك تتفوق هذا التفوق الساحر. خلاص انت اي نقد ليك يبقى غلط. انك تلعب على هذا الملعب السيء جدا، ارضية ملعب لا تسمح جدا لكرة القدم. اي لاعب هو بيقف الكرة مش عارف هو هتعمل ايه، اللاعب بيوقف الكرة
ومش عارف الكرة هتعمل ايه، هتقف ولا هتجري، هتتنطط ولا هتقف. لذلك معظم لاعبي الاهلي، عدد كبير جدا من لاعبي الاهلي، كان بيلجأ للتشتيت وابعاد الكرة عشان ما يتعرضش لخطر وعشان الكرة ما تخذلوش. وياما الكرة خذلت لعيبة النادي الاهلي في ماتشات النهارده بسبب ارضية الملعب السيئة. الحاجة الثالثة، العنف. لعيبة الأهلي من الدقيقة الأولى بيتعرضوا للعنف من الدقيقة الأولى، ومع ذلك الحكم ما طلعش الإنذار غير في الدقيقة 17 من فاول ممكن جدا كان يبقى فيه طرد، لأن فاول في شد وجذب وضرب. الشد والجذب انذار على طول، الضرب طرد على طول. انما عطى انذار وبعد كده الدقيقه اللي بعديها عطى انذار لديانج عشان يعمل توازن، ولغايه الدقيقه 19 ما عطاش ولا انذار تاني. لان اللاعب اللي اخذ انذار في فريق سونديب عمل 3 مخالفات اكبر منها وبعد كده ما خدش حاجه. للاسف العنف استمر من اول دقيقه لاخر دقيقه، واضطر لعيبه الاهلي انها تهدر كرات مشتركه كتير خوفا من العنف وخوفا على سلامتها، غير الاصابات اللي كانت تلحق بمحمد شريف وكهربا وطاهر محمد طاهر وبيكهام. كل ده كان خايف من الاصابات. وحمدي فتحي ومحمود، مفيش لعيب ما تعرضش لضرب من لعيبه سونديب النهارده. رابع حاجه تخليك يعني ما تقدرش تنتقد اي لاعب في النادي الاهلي في المباراه اللي سيطر عليها سيطره كامله النهارده وفاز فيها 1-0 النهارده، ان الحكم كان متهاون تهاون غير طبيعي في اخر 20 دقيقه من المباراه في احتساب كل الفاولات للاهلي. لما تتفرج على اخر 20 دقيقه في الماتش، الحكم ما بيصفرش، الصفاره وقعت منه مش عارف. طالما الحكم ما بيصفرش بينما في الفريق التاني بيصفر من همسه ولمسه. بص يعني كل كرة حتى في الدقيقة في آخر 20 دقيقة احتسب ركلة حرة مباشرة، والحمد لله طلعت من فوق مرمى النادي الأهلي عشان يتعادل بيها، ولكن أهدرها فريق سونديب. إنما يحسب للنادي الأهلي في مباراة النهاردة أداء الحقيقة مميز جدا 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 في الضغط. كنا ابتدينا ننسى إن الأهلي بيضغط ضغط عالي، كنا ابتدينا ننسى إن الأهلي بيضغط ضغط جماعي. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.